السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حشتوني كتير. بصوا بقى، النهارده الفيديو بتاعنا فيديو روتين بقى كده في المطبخ. هنبتدي خلاص تنظيفات رمضان. ان شاء الله انزل لكم كده الفيديوهات ورا بعض، وايه عشان يعني ما بجفرش معاكم وكده. لو حد حابب ياخد افكار زي ما قلت لكم قبل كده، ان شاء الله نعمل مع بعض ديكورات وحاجات حلوه قوي. بصوا بقى، اول حاجه كده انا هعمل النهارده ذره في المطبخ. انا المطبخ عملته على يومين. اليوم ده انا عملت ذره في المطبخ وايه وعملت كمان التربو كان عندي، كان عايز كله يتعمل والعلب بقى فضيت حاجات رمضان وكده. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ايه رأيكم بقى في الحوض بتاعي الجديد؟ بجد كان نفسي اغير الحوض اللي عندي جدا. كان كان يعني ايه مقطوع اكبر من مقاسه على الرخامة. كان مقطوع اكبر من مقاسه، وكان بيسرب بقى مية على الارض، وكان يعني مجنني كده. الحمد لله غيرته وجبت واحد اكبر وركبته. بس هو لسه مش ثابت قوي على الرخامة. لسه عايزه اجيب بقى سباك عشان يركبولي حلو. بص، اول حاجه بقى انا ابتديت بضرفه الخزين ديت. جايبه بقى الزيت وسمنه وحاجات كده رمضان كنت حطاها فيها. قلت بقى ايه، امسح الظرف وارص الحاجه كده على نظافه، ويكونوا مترتبين بقى وكده. الظرف عندي كلها كانوا متكركبين جدا. انا كنت كل ما اشتري حاجه ادخلها في الظرف، عشان مش بحب يعني كركبه بره. كنت ادخلها في الظرف، وايه يعني قلت لما اجي بقى اعمل الظرف كده ارص الحاجه حلو. ابتديت دلوقتي بقى ارص الحاجات كده. دي الضرفة بتاعة الزيت والسمنة، الحاجات دي. ده كومبوت خوخ جايبه رمضان، كنت موريالكم في فيديو المشتروات. هنعمل بيه كنافة كده حلوة مع بعض في رمضان بإذن الله. ومية ورد بقى وزيت زيتون برضو كنت شارياه في فيديو المشترويات اللي كنت مصوراه لكم. بعمل بيه بقى غنوج، بحبه في البابا غنوج جدا بصراحة، في رمضان كده في السحور. والضرفة اللي بعدها على طول الضرفة بتاعة العلب المنظمات بتاعة المكرونة والرز والحاجات دي. كلهم كانوا فاضيين. انا الشهر ده جبت يعني المكرونة وكده، سبتها بالاكياس زي ما هي في التربو. مرضتش بصراحة افضيها، عشان يعني انا كنت عايزة اما اجي اغسل اعمل المطبخ كده يكون كل المنظمات بتاعتي فاضية عشان اغسله. ايه رأيكم في صوتي بقى؟ بصوا البرد مدمرني، يعني ما لحقتش والله ارتاح. يا دوبك بخف يومين تلاتة، كام يوم كده وارجع تعب تاني. كان لسه من قريب عندي مشي والله، ما كملش اسبوع ورجع لي تاني والمرة دي مشي اهو، يعني الحمد لله بقاله يجي شهر كده رجع لي تاني والحمد لله. انا بقول بقى ايه، يعني جايلي على دخلة رمضان كده وانا بيجي عندي بيطول. فالحمد لله ان شاء الله. قلت اجيب له علاج كده عشان يخف بسرعة، مع اني ما بحبش البرشام يعني والحاجات دي. بصوا بقى، دي كانت تالت ضرفة. عندي بقى كل الحاجات اللي فيها برضو كانت متكركبة خالص. عندي كل الحاجات اللي فيها ومسحتها كده. وبصوا بقى، كل اللي مش بستخدمه رحت حاطاه في شنطة وحاطاه ايه فوق المطبخ كده. هو انا عندي زي وزرة كده فوق المطبخ، فالحاجة اللي بحطها مش بتبين. كان في بقى حاجات كتير كده مش بستخدمها فعينتها كلها، كوبايات وحاجات كده. كوبايات المنقوشة دي مش بحبها بصراحة، انا بحب الكوبايات السادة، فعينتهم فوق. والضرفة التانية برضو اللي جنبها دي كان فيها حاجات برضو شلتها هي كمان. بقى دلوقتي هنعمل الضرفة ديت كانت فيها الحاجات اللي كنت جايباها من هايبر، شلتها كده كلها. وابتدي بقى ايه ارصها في التربو. ده السكر اهو اللي كنت جايباه. هنا برضو في حاجات اهو كتير مش بستخدمها، برضو شلتها كلها. خليت الضرفة ايه بقت رايقة كده خالص. العلب بتاعة التوابل الكبيرة دي ما بعملش بها حاجة، وكذا حاجة كده. الطواجن بقى الفخار اللي هي هنا دي نزلتها تحت في الدرج، يعني بتاع التربو، عشان بإذن الله هعمل فيها زبادي رمضان. ناوية يعني ايه ربنا يقدرني كده، عايزة اعمل الزبادي في البيت، مش عايزة اشتريها بصراحة من بره. العلبة بقت ب5 جنيه، يعني بصراحة غالية اوي عشان نجيب 5 علب زبادي بس لينا. عايزين 25 جنيه غير بقية السحور يعني. السحور ايه يخشله كده في 70 جنيه ولا حاجة، حرام. فقلت بإذن الله اعمله في البيت.
وكيلو اللبن يعني بيعمل كذا طاجن من ده. انا جبتهم السنة اللي فاتت، كانوا طقم كده 6 مع بعض، عشان قلت ايه اعمل فيهم زبادي. والله بص ما عملتش فيهم ولا مرة، ومجدات زي ما هما. ما كنتش بفضى، مش عارفة رمضان اللي فات ده كان الوقت فيه قصير جدا جدا، ما اعرفش معايا بقى ولا مع كل الناس. انا كنت بخلص فطار يعني ممكن اكون خارجه المطبخ كده يكون خلاص المغرب اذن، او لسه بيأذن كده يعني. ما فيش يوم قعدت فيه بدري كده استنى المغرب. مش عارفه بصراحه كان في ايه. فعايزه بصراحه بقى السنه دي يعني احاول ايه اظبط المواعيد كده معايا شويه. يعني بحب انا اخلص كده يعني مثلا الشعراوي شغال اكون غرفت كده او بغرف، واقعد كده اسمع الشعراوي، واسمع القرآن. لكن السنة اللي فاتت ما فيش، هو بس اليوم اللي كنت معزومة فيه عند ماما هو ده اليوم اللي قعدت بدري فيه كلت. فعايزة بقى السنة دي الصراحة يعني اظبط كده مواعيدي شوية، اقوم ايه بدري كده شوية اخلص الاكل. وانا طبعا جهزت حاجات كتير قوي، كل ده طبعا هيفرق معايا في الوقت. اللحمة اللي عصقتها وعصقت يعني لحمة، وعملت تفريزات كده بإذن الله انزلها لكم في الفيديو، ممكن اللي جاي او اللي بعديه. ممكن اخلي لكم التنظيفات كده ورا بعض، وبعدين انزل لكم التفريزات برضو ورا بعض. هي التفريزات هيكون يعني ممكن فيديو او 2، هحاول ممكن لو عرفت اجمع لكم كل التفريزات في فيديو واحد هعمل كده، عشان خلاص ما فيش وقت يعني ولسه في كذا فيديو عايزه انزله. هو انا نزلت لكم اهو فيديو التنظيفات دي، وفي فيديو تاني بقى بعديه باذن الله بتاع السجاجيد، غسلت السجاجيد واكمل بقية المطبخ. وممكن يعني انزل لكم كمان في المسح بتاع الشقة. وبعديه بقى الفيديو ايه بتاع الفرش بقى. بجد ده اكتر فيديو انا مستنياه. امنية حياتي اخلص كده الشقة وافرشها يعني. عايزة اشوف الديكورات كده والحاجات الجديدة اللي انا جايباها دي، بجد متشوقة ليهم جدا. كم مرة يا جماعة نزلت، كذا مرة، عشان اجمع الحاجات اللي انا عايزاها كلها. كل يوم ما يكون معايا مبلغ كده انزل اشتري بيه حاجات واشيلها، اشتري حاجات واشيلها، لحد الحمد لله ما خلصت كل الحاجات اللي كنت عايزة اجيبها. انتظروا بقى ايه فيديو الفرش ده، عايزاه يكون ايه يعني فيديو ضرب نار كده باذن الله، حاسه ان هو يعجبكم، والحاجات اللي انا جايباها ان شاء الله تعجبكم جدا. وفي حاجات كمان اشتريتها من العتبة هحاول كده ابقى اصورها لكم. الوقت والله الايام دي ضيق جدا، يعني انا من ساعه ما بصحى لحد ما بنام ما بقعدش بعمل مثلا حاجه في الشقه، كل يوم اعمل حاجه كده، اخرج اشتري الحاجات اللي ناقصاني ولبس العيد ويعني حاجات كده كتير مع بعض. انا عارفه بقى رغيت لكم كتير النهارده، بس ايه يعني عشان اسليكوا كده وانتوا تتفرجوا على الفيديو. بصوا بقى دلوقتي انا كنت غسلت المنظمات وعملت كمان التربو، انا عملت انا الدرجين اللي تحت. كملت يعني التربو وعملته كله من الجناب، غسلته كله. حاولت اشيل الادراج دي اغسلها كده تحت الحنفيه واشطفها، بصراحه ما عرفتش خالص، تقريبا مش بتتشال. فعملتهم هما محطوطين كده عادي مكانهم. دلوقتي بقى العلب دي غسلتها ونشفتها كويس جدا، اهم حاجه ما يكونش فيها ميه خالص. وابتدي احط فيها اليميش بتاع رمضان. انا السنه اللي فاتت كنت حاطه برضو معاكم في العلب والمنظمات دي. العلبة الطويلة دي بقى كنت جايبة كيس لبن بودرة فضيته فيه، بحتاجه بصراحة كتير في وصفات الحلويات بتاعة رمضان. والبسبوسة اللي هي الملكية دي بيحتاج لها لبن بودرة وكذا وصفات كده في رمضان يعني. فجبت كيس ده ربع كيلو، 250 جرام. وبفضي بقى اليميش الزبيب وجوز الهند والمكسرات والحاجات دي كلها. دي المكسرات كنت جايباها من بازار علوش. جبت فستق، بيكون في الجرنشة يعني كده بتاعة الحلويات، بيدي شكل حلو قوي. مثلا يعني بطحنه كده في الخلاط، اعمل مثلا كنافة ارش عليها.
القطايف اللي بالكريم شانتيه دي، بعمل بالكريم شانتيه كده وانزلها في الفستق، بيكون شكلها حلو جدا، يعني بينفع في حاجات كتير اوي. وجبت بقى عين جمل والبندق، طبعا انا كنت موريكم المشتريات دي كلها. وكنت كمان قايله لكم على الاسعار. دي بقى تينية برضو فضيتها في علبة كده، انا بصراحة بحب الحاجة تكون محطوطة في علب كده، مش بحب الكياس يعني والحاجات دي. علب كده تكون سهلة، اطلع اخد على قد الحاجة اللي هعملها واغطي العلبة وارجعها تاني في التربو. خلاص كده بقى ابتدي اقفل العلب كده. الحمد لله كانت اخر حاجة معانا النهاردة. رصيت بقى الحاجة في التربو، هو الدرج مش منظم قوي بس بصراحة يعني هي دي الرصة الوحيدة اللي يعني خدت الحاجة كلها. حاولت كده رصهم على قد ما اقدر. والدرج اللي تحت ده فيه المكرونة بقى والتوابل والحاجات دي كلها، واللي تحت ده فيه البصل وبطاطس كده. آه والعلب العلب يعني اللي هخزن فيهم الحاجات. وده بقى السكر فضيته كله هنا. في الجنب التاني ده فيه اللي هي الطواجن الفخار، حطها كده وحطها السكر من فوقيها. وبس كده بقى يا حبايبي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.